هقول لك على معلومه مثلا مذهله لكل الانفسترز اللي بقعد اتكلم معاهم. احنا في سنه 2024 صرفنا 0 جنيه ماركتنج، صفر. جالنا الاف العملاء اللي استخدموا المنصه بتاعتنا جداد عشان الفاليو اللي انت بتقدمها، عشان انت صادق فيما تريد ان تقدمه، فبتقدم تجربه مختلفه. عارف، اديك مثال مثلا بسيط قوي. دايما بيقولوا المدير ما ينفعش يعمل مايكرو مانجمنت، صح؟ انا في حتت بعمل فيها مايكرو مانجمنت وشايفها مهمه جدا. زي ايه؟ انا دايما بقول لهم يا جماعه انا لا اتعامل مع الارقام في الشركه على انها ارقام، لان احنا بنقدم خدمه تمس الانسان بشكل مباشر، فانا بتعامل مع الارقام على انها بني ادمين. فلما تيجي تقول لي ان اقل من 1% من جلسات الشهر ده حصل فيهم مشاكل، لو احنا في بيزنس عادي وانا راجل سي او بسمع الريبورت ده هقف اسقف، صح؟ انا بالنسبه لي بروح جايبهم اقول لهم يا جماعه كام واحد حصل عنده مشكله؟ مثلا 10. اقول لهم كويس قوي، دول 10 بني ادمين جم يستخدموا الخدمه بتاعتنا عشان حياتهم تبقى احسن، وللاسف احنا ما عرفناش نساعدهم. وبمسك ال10 دول اراجع كل تعاملاتهم مع شركتنا، اراجع كل الشات اللي ما بينهم وما بين الكاستمر سيرفيس بتاعنا، وبتاكد 100% بنفسي ان احنا حلينا مشاكل 10 دول. لانه انا بالنسبه لي الرقم بيساوي بني ادم. هو الرقم عندي مش اوردر بيوصل، احتمال يبقى سخن او ساقع. الترانزاكشن الواحده عندنا هو انسان بيعاني في حياته وجاي عشان حياته تبقى شكلها احسن، واحنا ملزمين اخلاقيا ان احنا نخلي حياته احسن.